واهم مهارة لازم نتعلمها اننا نعرف نقوم من تاني كل ما نقع. دي بجد دي مهارة جامدة جدا. في ناس الوقعة بتقعد فيها فترة طويلة، لكن في ناس بتقع ما تبصي على انجازاتك اللي انت عملتيها احسن ما تبصي على الحاجات اللي ناقصة اللي انت عمالة تجلدي نفسك عليها. احساسك بنفسك انت الاول انك بطلة عشان اللي حواليكي يشوفوكي بطلة. الفكرة دي كده غلط. اليوم لو بدايته باظت مش مهم، مش معناها ان اليوم كله باظ. والا بقى لو اتبعنا الفكرة دي فانت ممكن كده تلاقي ان الاسبوع كله باظ معاكي. جالي احساس تاني ان كل ما الفوضى اللي حواليا كانت بتقل، كل ما عقلي كان بيهدى، وكل ما افكاري كانت بتترتب، وكل ما كنت ببقى مرتاحة، وكل ما كان بيجيلي تشجيع ان انا اعمل حاجات اكتر. امبارح حرفيا البيت كان مقلوب. قعدت تقريبا لحد الساعة 4 ما عملتش الغدا ولا بدأت ان انا اجهز لي اي حاجة. حتى السراير في البيت ما كنتش طبقتها. يعني حرفيا اليوم كده يعني نعتبره كده ان هو خلاص باظ. وعايزه اعتبر بقى ان اليوم خلص وخلاص، وانا لحد الساعه 4 ما عملتش حاجه، واقضيها بقى اي حاجه، مع ان جوايا اصلا مليون فكره ومليون حاجه عايزه اعملها في اليوم ده. وفي نفس الوقت حاسه ان انا ما عنديش اي طاقه ليها. حاجه صغيره كده حصلت حسيت انها غيرت لي مود اليوم كله، واليوم اتظبط معايا الحمد لله. لكن أسوأ حاجة إن وأنا قاعدة ساعتها كده كان عندي إحساس بشع قوي إني متأخرة في حياتي، إن يومي باظ. إحنا كمان في امتحانات فإحنا محتاجين نراجع. ساعات كده بيجيلك إحساس إن الناس كلها ماشية لقدام ويوم يعني اليوم بتاعها حلو ومظبوط والكلام ده كله إلا أنتي. عارفين الإحساس ده؟ فهو ده اللي جالي. يعني أعتقد الأسوأ من إحساس إن اليوم بيضيع هو إحساس تأنيب الضمير والصوت اللي جواكي اللي بيفضل شغال، ودماغك اللي عمالة تودي وتجيب ويعني تأنيب الضمير اللي مش سايبك. لحد ما في لحظة كلمت نفسي وقلت وقفي الأفكار السلبية دي. الأفكار دي ما فاتتكيش بحاجة، الأفكار دي ما بتعملش حاجة غير إنها بتحاربك، هي مش بتساعدك. يعني انت مش كفاية الظروف اللي انت فيها، انت اللي بتحاربي نفسك بالأفكار دي. الأفكار دي مش هي الحل. لما تقعدي كده تكلمي نفسك ودماغك تدور كده في الحاجات دي، ده مش حل خالص. ومش ده اللي هيصلح لي حياتي، ومش مطلوب مني ان انا اصلح حياتي كلها دلوقتي واحنا مثلا بداية اليوم كده باظت مننا. قررت ان انا هقوم اختار اصغر خطوة ممكنة وابدأ بيها. هي دي كانت هي الخطوة اللي فتحت بقى بعدها سيل من الحاجات اللي انا عملتها. من بعد القرار ده وانا يومي اتغير فعلا، وانا كنت ناوية اعمل اصغر حاجة. قمت من مكاني، فتحت الشبابيك، دخلت غسلت وشي، اتوضيت، صليت. حسيت ان انا بدأت اتشجع شوية. عارفين اللي هو سبحان الله الناس بتاعت زمان فاهمة قالت لك الحركة بركة. فانا لما قمت اتحركت النشاط ده هو اللي بدأ يجيلي، مع ان انا لسه ما عملتش حاجة. انا بس فتحت الشبابيك، غسلت وشي، صليت، هندمت نفسي كده عشان تبقى نفسيتي كويسة. حسيت ساعتها ان الغلطة اللي احنا بنعملها اننا بنقعد مستنيين الاحساس يجي. يعني انا عايزه اقعد مستنيه احساس النشاط يجيلي، احساس الهمه بقى، احساس ان انا عايزه اعمل حاجه. انا قاعده مستنيه الاحساس يجيلي مش العكس. لا، حسيت انه يعني ما تستنيش الاحساس يجيلك عشان تبقي جاهزه وتتحركي. لا، ابدأي بس اتحركي حتى لو بخطوات بسيطه. ابدأي كده بالعكس، هتلاقي ان النشاط هو اللي هيجيلك بعدها. خديها قاعده، خديها قاعده كده من دلوقتي. لو استنيتي الاحساس المثالي ده ان هو يجيلك، ده ممكن يضيع منك ايام كامله. مش بنتكلم على يوم بس. لو استنينا الاحساس المثالي في كل حاجه، لو كل طالب استنى الاحساس المثالي يجيله عشان يقوم يذاكر، عمره ما هيقوم يذاكر. لو استنيتي ان يبقى عندك شغف في اي حاجه، لو حد لسه بادئ في الصلاه وتقيل عليه، لو استنى احساس ان هو بيحبها وبيقبل كده على الصلاه وبيجري عليها، هو لسه اصلا بادئ، مش هيجي ولا هيقوم يصلي. فدي حاجه ان احنا نتعلمها، احنا نتحرك والاحساس هيجي. في حاجات ما ينفعش الشغف هو اللي يسيطر علينا فيها. لا، في حاجات لازم نبداها. عندنا شغف ما عندناش شغف لازم نقوم ولازم نعملها. قمت بدأت ألم بس الدنيا حواليا. أنا مش هعمل حاجات عميقة خالص. أنا بدأت بس ألملم كده الفوضى. وساعتها برضو جالي إحساس تاني إن كل ما الفوضى اللي حواليا كانت بتقل، كل ما عقلي كان بيهدى، وكل ما أفكاري كانت بتترتب، وكل ما كنت ببقى مرتاحة، وكل ما كان بيجيلي تشجيع إن أنا أعمل حاجات أكتر. هفضل أقول دايما طول ما المحيط اللي حواليكي متروق ونظيف وجميل، نفسيتك هتبقى 90% تحفة. يعني لوحدها أفكارك أصلا مش أفكارك هتترتب، هتجيلك أفكار جديدة وهتنجزي في حاجات أفضل مليون مرة. هنا بقى اتعلمت ان انا ابطل ان الفكرة اخليها هي اللي تسيطر عليا. اللي هي بقى الفكرة الغلط ان لو بداية اليوم باظت نقول خلاص اليوم كده كله باظ، ابدأ بكرة. زي فكرة الدايت كده، لا انا ما عملش دايت النهاردة خلاص هبدأ بكرة. لا، الفكرة دي كده غلط. اليوم لو بدايته باظت مش مهم، مش معناها ان اليوم كله باظ. والا بقى لو اتبعنا الفكرة دي فانت ممكن كده تلاقي ان الاسبوع كله باظ معاكي. انت لو كل يوم او بتمري بفترة
متضايقه فيها ومش قادره تنجزي الحاجات كلها في اليوم ده. ممكن نمر بفترات معينه، مش يوم ويعدي، لا احنا كده بقى الاسبوع كله هيضيع مني والشهر كله هيضيع مني وحياتي كلها ضاعت. فمش هينفع ان احنا نستسلم للفكره دي، ولا انك تخلي الفكره دي حرفيا هي هتسرق منك ايامك. لو اتبعنا الفكره دي هتلاقي اليوم الوحش اتقلب الاسبوع وحش. فمش هينفع كده، لا. حتى لو اليوم بدايته مش مثاليه مش معناها انه باظ. عايزه اقول لكم كمان ان انا كشخصيه بقى، مش فكره عامه، انا كمان شخصيتي ان انا بحس ان انا نشاط جسمي بيزيد بالليل اكتر. يعني بتجيلي طاقه انا يعني كائن ليلي اكتر. حتى لو صحيت بدري واشتغلت حاجات ومش عارفه ايه والكلام ده، بس ده مش النورمال، ده بيبقى في المدارس، ده بيبقى في ظروف. لكن انا طبيعتي بقى معظم السنه وكانوا ولادي صغيرين والكلام ده كله بيزيد بالليل. تلاقيني من بعد الساعه 10 قمت بقى عايزه اقلب الشقه يعني يعني جوزي بيتضايق مني قوي، اللي هو ايه، عايزين ننام، فاهم؟ لا انا ببقى عايزه اسهر واعمل كل حاجه بالليل. انا بيجي لي طاقه، انا عايزه اشطب المطبخ كله بالليل وعايزه اعمل كل حاجه بالليل، انا نشاطي بيزيد بالليل. فعادي ان انا اقلم نفسي على ظروفي وظروف حياتي وظروف جسمي، ما فيهاش حاجه. فلو عملتي كده مش مهم. فانا ممكن فعلا حرفيا تحسي ان يومك كله ضايع وبتعمليه بالليل. بس الناس اللي زيي ممكن يعملوا بقى روتين بالليل ده كويس جدا، بحيث ان هم لما يصحوا تاني يوم تبقى الدنيا معاهم مظبوطه. تمام. وده فعلا اللي انا بعمله معظم الوقت يعني. لكن طبعا بيبقى في حاجات لازم نعملها بالنهار خلال اليوم. على الاقل الغدا ممكن ما بقاش محضره له، بما اني مثلا مش بنزل او مش بخرج، مراجعه الولاد في المذاكره، الكلام ده كله. المهم لما بعد ما بدات بقى الملم الدنيا حواليا وافكاري كده اتظبطت، حددت 3 مهام اساسيه بس هم اللي انا هعملهم. قلت هم دول اولويه يومي النهارده، ما ينفعش اليوم يعدي الا لما ال3 حاجات دول يخلصوا. طبعا كان من ضمن ال3 حاجات دول كان الاكل والمذاكره، دول كانوا شيء اساسي ما ينفعش، لان احنا في فتره امتحانات، انت مجبره في ماده الصبح لازم نراجعها، ولازم طبعا الغدا. طيب انا بقى بعمل الحاجات دي، كنت بكلم نفسي ان انا ليه بنحس ان احنا محتاجين نبقى نسخة مثالية كل يوم؟ لازم كل يوم نعمل كل حاجة، لازم كل يوم يعدي وتبقى كل حاجة بيرفكت. اوقات كفاية جدا ان انا اعمل المهم في اليوم وبس. اوقات مهم ان انا مرجعش اسوأ. اوقات مهم ان انا امسك في اليوم لاخر وقت وان انا مضيعش اليوم بالكامل. ده اصلا هيبقى في حد ذاته انجاز كبير قوي. اكتر حاجة كمان عملتها بالليل في اليوم ده وريحتني نفسيا جدا جدا جدا، ان انا بعد ما خلصت خلاص الحاجات اللي انا حددتها، دخلت اوضتي، طفيت النور، قعدت بعدت الموبايل عني، قفلته وعملته سايلنت وبعدته عني شويه، وقعدت افكر في الضلمه كده وانا مغمضه عينيا. هو ليه احنا بنعامل نفسنا ان احنا دايما آلات؟ ليه لازم كل يوم يبقى بيرفكت بجد؟ ليه بنحس بالذنب لو تعبنا؟ بنحس بالذنب لو احنا في اليوم ده لا مش قادرين، ما عندناش طاقه لمليون حاجه، احنا هنعمل الحاجتين 3. ليه بنحس بالذنب في ده؟ هو احنا مش بني ادمين؟ يعني اصعب حاجه منك، من يومك ومن الناس اللي حواليكي ومن اي كلمه ممكن تسمعيها من اي حاجه، احساسك وانت عماله تجلدي في نفسك وتجلدي في ذاتك انك ارتحتي، او انك من وجهه نظرك انت قصرتي، وانت ممكن ما تكونيش قصرتي، انت عامله الاساسيات النهارده، فاحنا تمام كده. لكن انت بيبقى جواكي رغبه انك عايزه تعملي حاجات اكتر. لكن مش شرط كل يوم يعدي عليكي وانت قادره تعملي كل ده. لازم تتقبلي انك بني ادمه، لازم تتقبلي ان الاحاسيس دي طبيعيه، لازم تتقبلي ان في ايام هتعدي عليكي كده عادي. يعني يمكن ساعتها بقى هنقول ان المشكله كمان مش في اللي حوالينا او مش في الظروف او مش في الكلام ده كله. المشكله ساعات بتبقى مننا احنا اللي بنحمل نفسنا فوق طاقتها، واحنا بنبقى متوقعين دايما من نفسنا اكتر من اللازم. انت بتبقي متوقعه ان انت هيرو، يعني ليه؟ في اخر اليوم المهم ان انا ما خلصتش كل اللي كان نفسي فيه، بس انا راضيه عن نفسي وخلصت اهم حاجات ما كانش ينفع تتاجل اليوم اللي بعده. يبقى انا تمام كده، انا في اليوم ده انا تمام، احسن ما كان اليوم يضيع مني. زي ما مثلا دايما نقول ايه، نبص للي اقل مننا مثلا، ما نبصش للي اعلى مننا عشان ما نتعبش. انت بصي للسيناريو الاسوأ اللي كان هيعدي عليكي لو انت قعدتي خالص بقى وقلتي اليوم خلاص بقى، لا نبدا بقى بكره، شكرا على كده. وكنت اكلتي ولادك اي حاجه كده فهم فتره امتحانات مش ما كانتش هتفيدهم، كنتي سبتي الدنيا تضرب تقلب زي ما هي، ما لملمتيش حتى الفوضى، كنتي ما راجعتيش. لا، ما تبصي على انجازاتك اللي انت عملتيها احسن ما تبصي على الحاجات اللي ناقصه اللي انت عماله تجلدي نفسك عليها. ايه رايك تحسي انت احساسك بنفسك انت الاول انك بطله، عشان اللي حواليكي يشوفوكي بطله، يشوفوكي انك فعلا عملتي اللي عليكي، يشوفوكي ان هي دي كانت طاقتك. ونحس فعلا ان اهم حاجه واهم مهاره لازم نتعلمها اننا نعرف نقوم من تاني كل ما نقع. دي مهارة جامدة جدا. في ناس الوقعة بتقعد فيها فترة طويلة، لكن في ناس بتقع بتقوم. دي لوحدها كده حركة، لو انت يعني ظبطتي نفسك عليها وضربتي نفسك عليها فهي بجد حلوة قوي.
لو انت بتمري بيوم صعب ومش قادره تعملي كل اللي نفسك فيه، افتكري دايما الفيديو ده وافتكري كلامنا ده النهارده. ومش لازم تنقذي حياتك كلها النهارده، مش هنصلح حياتنا كلها النهارده، لا. فلو حسيتي ان الفيديو ده شبهك ابعتيه لحد محتاج يسمع الكلام ده بجد. في بقى سؤال جالي وحابه اجاوب عليه. انا هحاول بقى الفيديوهات هرجع كده زي ما كنت في بدايه القناه، في اخر كل فيديو اجاوب على سؤال اتنين، يعني على حسب ايه وقت الفيديو برضه عشان ما اطولش عليكم. في سؤال جالي متابعه قالت لي ان تقريبا هي عندها كذا كذا طفل يعني، بس منهم حد اعداديه حرفيا ما خرجتش بقالها كتير قوي وما بتنزلش بولادها، وقاعدين على طول اليوم في المذاكره وضغط المذاكره والكلام ده كله، وما بتخرجش. ف وحاسه لدرجه انها حاسه ان من كلامها انها جالها رهاب مثلا انها هتنزل اصلا يعني او كده. طيب عايزه اقول لك اولا، حتى اللي بيحبوا قعده البيت لازم يخرجوا. يعني انا بحس ان دي قاعده عامه كده، حتى الناس اللي هي بتستأنس بقعده البيت وبتعمل لها جو مش عارفه مين، لازم نخرج، لازم نواجه المجتمع، لازم نشوف الناس، لازم نتعرض لمواقف تعلمنا ازاي نرد، ازاي نتكلم، ازاي نتعامل. ما احنا هنتحبس وولادنا كمان هيتحبسوا، ما احنا مراية ولادنا دلوقتي، احنا لازم نعلمهم برضو حاجات هم هيمروا بيها وهكذا. فلازم تنزلي ولازم تتعاملي، ده اولا. ثانيا عندك اعداديه، انا برضو عندي اعداديه، تمام. الاعداديه لسه هيبداوا بعد العيد، وعلى ما نخلص يعني قولي شهر 6 ده راح مننا، فانت بتتكلمي داخله في شهر ونص مثلا هتفضلي قاعده في البيت لحد بعد الامتحانات. قبلك انتي ولادك هم اللي هيتضغطوا، يعني ولادك نفسهم هم اصلا المفروض ينزلوا ويفكوا عن نفسهم كده شويه. هم لو بيروحوا دروس والكلام ده يعني ايه، بيبقى الجيل ده بعد الدرس وقبل الدرس ممكن بيخرجوا اصلا، ما بتبقاش بقى فكره الدرس والكلام ده زينا، يعني اللي هو رايحه وجايه من الدرس فانت اصلا محتاجه ترفهي عن نفسك وقت تاني. لا، هم ممكن وقت الدرس ده يبقى رفاهيه بالنسبه لهم، لكن انت كده هتتعبي وانت هتضغطي. وانا دايما 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 عندي مبدأ ان انا لو بعمل حاجه ايا كانت المهمه، حاجه في البيت بذاكر الولاد ايا كانت شغل اي حاجه، وانا دايما مضغوطه مش هأديها على احسن وجه. انا لو ما فكتش كده عن نفسي وما فصلتش يعني فاهمين، انا اللي ما رفهتش كده عن نفسي شويه وفكيت الضغط من عليا، انا هتعب. والمهمه اللي انا بعملها دي اللي انا اصلا ضغطه نفسي عشانها مش هتطلع مني حلوه، مش هتطلع مني مظبوطه. فلا، فانا رايي اكسري الحاجز ده. على فكره هو بيبقى بس فكره انها حاجز، اكسريه وانزلي. وبرده رايي ان لما بيكون حد مضغوط، يعني انا مثلا لو مخنوقه مضغوطه الكلام ده كله في دماغي افكار كتير ملخبطه، حتى لو افكار حلوه بس عارفه بتمر كده بالفتره دي، مش بحب ان انا انزل مثلا اقعد في كافيه، اقعد في مكان، اقعد في الكلام ده كله فاهمين، الا لو هقعد قدام البحر، ده بحب كده قوي. لكن ما بحبش اروح مكان اكون قاعده فيه. امشي، يعني انا رايي ان مش فكره ان انا هنزل بس، لا، انزلي وامشي. امشي كده فترات طويله طويله طويله. انا بحس ان زي ما يكون ايه، كل ما بنمشي اكتر كل ما الحاجات بتخرج مننا، زي ما تكون يعني من فتره كده شفت في فيديو تشبيه انها زي ما تكون بتخرج منك وبتمشي جنبك بدل ما هي كانت جواكي وعبء عليكي. فدي انا بحسها فعلا، يعني بحس فعلا ان انا الحاجات ايه برجع مبسوطه. انا ممكن اكون في البيت مش قادره اقوم اغسل المواعين، ولا قادره اقوم اشطب البيت، ولا قادره اقوم مش عارفه اعمل ايه، وحاسه ان انا تعبانه فعلا، انا تعبانه. تمام، انت بيهيأ لك ان انت تعبانه، وساعات بيهيأ لك انك تعبانه جسديا. ساعتها بحس ان والله من كتر الخنقه انا انزل. المفروض ان انا هو كنت تعبانه، بعد ما انزل وامشي فتره طويله المفروض ان انا اصلا ارجع تعبانه من المشي حتى، لا بالعكس، برجع بيبقى عندي باور، بقوم بخلص البيت كله. عمري ما كنت قبل ما انزل هعمله بالكفاءه دي. وكل الحاجات اللي ورايا ايا كانت بقى هي ايه بعملها فعلا حلو. فما تسيبيش نفسك للفتره دي، مش هينفع يعني بجد، ان لبدنك عليك حق ونفسك نفسيتك نفسها ليها عليكي حق. انزلي، اخرجي، اكسري الحاجز ده، اتمشي. لو ولادك مش بيخرجوا قوي رفهي عنهم عشان طاقتكم اصلا ترجع، واكسري الحاجز وانزلي. وزي ما بقول لك امشي 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 امشي. ان شاء الله تمشي في مول، لو انت مش عايزه تمشي في وسط الناس او بره او كده، اخرجي في مول، في محلات، في بتاع، افضلي امشي على الاقل فترات طويله جواي كده، افضلي رايحه جايه حتى لو بتتفرجي على حاجه او اي حاجه. فانت او غيرك ما تستسلموش للاحساس ده ابدا. هنكتفي بالسؤال ده النهارده، وزي ما بقول لكم هحاول ان انا التزم ان شاء الله كل فيديو كده سؤال سؤالين. بس كده يا بنات، بحبكم في الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.